يا جماعة، عارفين ايه المشترك بين رئيس الدولة او الممثل او عالم الفيزياء؟ مش الشهرة ولا الفلوس ولا الموهبة، هي طيارة بتروح لمكان محدش بيرجع منه بريء. النهاردة هنفتح ملفات ووثائق ابستن. طبعا انت نفسك هتشك في كل بوستر معلقه على الحيط بتاعت الأوضة بتاعتك. انا هخليك تشك في اي بوستر معلق. نبدأ بالكبير. بيل كلينتون، الراجل ده ظهر في الوثائق اكتر من انه ظهر في البيت الابيض. باين عليه كان واخد الرئاسة بارت تايم. والله ما عارف الصراحة يا جماعة اقول لكم ايه. ندخل بقى يا جماعة على العبقري اللي عمل ضجة في العالم، وهو ستيفن هوكينج. يا راجل، ده احنا كنا فاكرينك بتحل نظريات الثقوب السودي، فانت تسيبنا وتروح تحل نظرية الجاذبية الأرضية في الجزيرة. يا عم ستيفن، انت دماغك عالية، انت نزلت المستويات الناس ما ينفعش. وطبعا ما فيش حفلة من غير ملك البوب مايكل جاكسون. ده انتوا هتشوفوا البدع في الفيديو دي. الوثائق بتقول ان هو رفض التدليك. طب تمام. انت كنت رايح تعمل ايه؟ معلش، انت كنت رايح تعمل ايه؟ هتغني معلش لسمك القرش؟ نيجي بقى لابن الملوك الملك اندرو. لما تبقى ابن ملوك بريطانيا يا اسطى، تمام، وفضحتك تبقى بجلاجل، فيبقى التربية الملوكي دي ناقصها شبشب مصري أصيل. انت العيش الملوكي أثرت على مخك، خلي بالك. ناجي اللي كله متوقعه انه يظهر في الملفات، وهو دونالد ترامب. يا عم ترامب، الصراحة انت كده كده رحت ما رحتش، انت كده كده اصلا هناك. كنت هتعمل فندق باسمك هناك، او كنت هتحتل الجزيرة زي جرينلاند. يعني انت اصلا فكرك ما محدود. ليوناردو دي كابرو، طبعا ده مش محتاج دعوة، ده بيشم الأندر 25 عن بعد أميال. معلش، هو الموضوع طلع أوسع منه شوي. طبعا احنا ضحكنا وسفينا عليهم وفرحنا بالميمز والإفيهات اللي طلعت عليهم، صح كده؟ وبعض من الأسامي اللي احنا قلناها دي عايشين حياتهم عادي ولا كأن حاجة حصلت. لأن بيل كلينتون لسه بيدي محاضرات، والممثل لسه بيمثل، تمام، والعباقرة لسه بيتكرموا. الوثائق دي ما طلعتش عشان تفضحهم، لا، ولا طلعت عشان تحبسهم. الوثائق دي طلعت عشان تقول لك نحن نستطيع فعل أي شيء في أي مكان، وأنتم تكتفون بالميمز والإفيهات. طبعا احنا كده يعني هو يعمل اللي هم عاوزينه، واحنا بس نطلعه يعمل، ناخده رياكشن وناخده ترند والكلام ده بس. اما يتحاسبوا ولا ما يتحاسبوش. طبعا السجن كان لأبستن عشان مات وسروا معاه. اما انتي هتقعد مصدق ان الناس دي تتحبس، او لما تتعدى القانون يتطبق عليهم؟ لا، القانون مش بيطبق على الناس كلها. القانون مش بيطبق على الناس كلها. الناس دول من عيلة القوم، طبعا ما ينفعش يطبق عليهم القانون. لو الفيلم ده عجبك لازم تعمل سبسكرايب والشير واللايك، عشان ان شاء الله يبقى في كتير من الفيديوهات الجميلة واللذيذة زي كده. انا اسمي خلود، ودي الحقيقي اللي التلفزيون مش هيعرضها عليك. سلام.